والله يا شباب صرت خايف إذا مات بشار الأسد بكرة يطلعوا لنا ناس ويقولوا والله كان منيح، الروس والإيرانيين هن اللي كانوا جابرينه يعمل كل هالمجازر بحق السوريين ويقتل أكثر من مليون سوري. ليكوا أصلا صوره بالعمرة وكل عيد بيصلي بالجامع. بكل تأكيد نحن منا إله حتى نحاسب الناس، بس كبني آدمين طبيعيين ما فينا ننسى أبدا من اللي وقف بصف القاتل وأيده بجريمته ومن اللي وقف بصف المظلومين. لا تطلب مني ابدا اني اتعاطف مع حدا كان عم يشبح علي ويأيد القاتل اللي عم يقتلني ويلمع له صورته. لا تطلب مني ابدا من باب الانسانيه اني اتعاطف مع حدا لبس البدله العسكريه تبع جيش الاسد القاتل وايد كل عملياته العسكريه ضد المدنيين. ما بس هيك، عمل عده ادوار تم تمثيلها بريف ادلب الجنوبي مع المجرمين اللي هجروا اهل هاي المناطق منه. كمان لا تقول لي انه كان مجبور وساكن بالشام وما بعرف ايش واهله هناك من هاي الديباجه. في كثير من الممثلين اللي ساكنين بالشام هن واهاليهم ما حكوا ولا كلمه. نحن ما لنا طالبين من حدا انه يوقف ضد النظام او يطالب بمعتقلين موجودين بسجون النظام، لا ابدا، خيو يسكت، لا يحكي لا حق ولا باطل هو وغيره، لك اسكتوا، لك على الاقل اذا ما بدكم تأيدوا المظلوم خليكم ساكتين، لا تشبحوا علينا، لا توقفوا مع القاتل ضد الناس وضد السوريين. كونوا متاكدين انه المنشفه تبع العمره ما فيها بيوم من الايام تغطي البدله تبع القاتل. محمد قنوع صار بين ايدين رب العالمين العادل، واكيد راح يتحاسب بعدل.